النهار يومها ولا حول ولا أحوال. يعني هو الدعاء اللي انت حضرتك دعيتيه ده، يعني مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لكميه الفيلر، طبعا انا عارف هو المفروض ده عربي. كل سنه وانتم طيبين يا جدعان. ايه رايكم في الشورت الجديد؟ انا جبت كوليكشن شورتات جديده عايز ابقى افرجكم عليها. انا عايز يا جماعه بوريكم شورتاتي بما اني عمري ما عملت فيديوهات ببناطيل قبل كده. فانا موضوع الشورتات ده لو انتوا عايزيني اوريكم الكوليكشن بتاع شورتاتي في فيديو اعملوا لايك. عايزين نوصل الفيديو ده ل 30000 لايك وهنزل لكم ان شاء الله كوليكشن شورتاتي. المهم انا جايب لكم ايه، فوانيس وبتاع رمضان بقى واجواء رمضانيه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. خلينا نحطهم هنا كده عشان ايه البتاعه دي بتنور، بس ما جبتش حجيره علشان انا قصه. ان شاء الله يا جماعه يبقى شهر سعيد عليكم وعلى اهاليكم وعلى كل الناس اللي انتوا بتحبوهم، وان شاء الله نقضي الشهر ده عباده. اللي يقدر يعمل حاجه يعملها وما حدش يقدر يقول ان انا ايه اصل انا ما كنتش بعمل كده في غير رمضان. لا، حتى لو انت تعمل كده في رمضان بس فممكن تكون دي البدايه وممكن انت تكمل بعد رمضان كمان. ما تبقاش يعني ايه شخص سلبي كده. عايزين نقضي الشهر ده عباده وصيام طبعا. بس قبل ما تيجي الفيديو النهارده تعمل لايك اشترك في القناه. انت مش مشترك لو انت عايز تشوف كوليكشن الاشراط بتاعتي. انا جبت اشراط فظيعه، اقسم بالله اشراط فظيعه. وطبعا بما اننا في رمضان فاحنا لازم نشوف ايه اللي في التيك توك اللي بيحصل في رمضان. بس يا جدعان موضوع الاسترايكس ده مأثر على القناه ان احنا ما نزلناش بقى في الفتره الطويله اثناء الاسترايكس دي. وطبعا رمضان ورامز ومش رامي وياسمين عز ونيله وبتاع يعني اعمل لايك، اعمل اللي عليك وهو ترضي ضميرك. انا لو مكانك ضميري يأنبني. لو شايف الفيديو ومش عامل لايك، انا لو مكانك ضميري مش مأنب راحتك يا اسطى. خلاص خلينا نشوف يا جدعان النهارده التيك توك قدم لنا ايه في شهر رمضان. طبعا في كتير بنات مش عارفين يلبسوا ايه في رمضان. هل يلبسوا عبايه، هل يلبسوا جلاب، مش بيبقوا عارفين. فالنهارده ان شاء الله هنحل المشكله دي ونشوف اخر صيحات رمضانيه نازله معانا على التيك توك. كل سنه وانتم. ده ستايل جديد نازل زي ما انتم شايفين. طبعا في فانوس، طبعا انتوا ما خدتوش بالكم من الفانوس اللي فوق. جينا نفسر الوش الاول هنلاقي ان في زينه نازله من مناخيرها على بقها، مديه جو رمضاني جميل على بقها. غير طبعا البرونز الالوان البرونزي. ده اللوك ده بيبقى اسمه لوك سفرة رمضان. بنشد المفرش وهم بيتعشوا وبنحطه علينا زي اللي بتستر نفسها كده، بس ايه لاجل بس ما تبقى ايه الاجواء رمضانيه جميله زي ما تقولوا كده. هي مائده رحمن متحركه. وبالفعل هنا في صوبيا. وايه ده في ناس بتفطر تحت اهو. في صوبيا وفي اكياس تمر والدنيا حلوه خالص. طبعا حضرت الساحقه ساحقه طبعا الاوتفيت ده انت ممكن تفطروا فيه. انت يعني لو انت بتخرجي مع جوزك او تفطروا بره او معزومين او كده، انتوا ممكن تتعزموا في الاوتفيت ده. يعني ممكن تفطري جوزك في الاوتفيت ده. الماحقه تغطي على الكل بستايلاتها. تغطي طبعا على كل ستايلاتها طبعا. امبراطوره طبعا. ايش رايكم؟ خدي بقى بتلف تاني اهو. بهدلت المفرش خالص. طبعا ده الخامه لا بوليستر ولا قطن ولا الخامه دي بتبقى بلاستيك مضر. معانا اوتفيت تاني. ده بقى ده بيبقى مريح وفي نفس الوقت بيقدم لنا سيفتي محترمه جدا. وهو اوتفيت في خلينا اوريكم الاوتفيت الاول. احلى فطور معصومتكم. طبعا الاوتفيت ده مريح جدا وليه زي ما انت شايف. بغض النظر عن بتقولوا عشان مش فاهمها، انا حاولت افهمها بقيت اقلب في الاكونت ما فهمتش منها اي حاجه. الاوتفيت اللي بتتكلم فيه ده اوتفيت موفر. هتقولي موفر ازاي؟ تيجي انت بعد الفطار تروح حاطه غيره على جسمك، اخوك الصغير، ابن خالتك، اي حد معدي من جنبك. طبعا طول شهر رمضان بيبقى عندنا ازايز صوبيا وتمر وازايز كتير قوي، عصاير ومشاريب وقمر الدين احنا بنبدا ناخد الازايز دي بعد ما بتخلص وانت مغريه نفسك كده. بنبدا نلزق ايه اللي بيعرف يلزق حاجه يلزق. وبتفضلي انت بالغيره طول الشهر. على اخر الشهر بنكون كملنا الطقم. عليكم بالتصنبس زي ما انتم شايفين كده. طبعا زي ما انتم شايفين واخدين بالكم الاوتفيت ده مريح جدا. ينفع في التراويح جدا برضو. بيبقى الموضوع بسيط وفي نفس الوقت هيساعدك لو انت بتفطري بره وقعتي في ميه او حاجه. مش عارف ليه هتقعي في ميه بس هتطفو بعد الفطار. فده يديكي سيفتي وامان لو في شلالات او اعاصير او حاجه زي كده. وعليكم بنت تمر. زي ما انتم شايفين هي لازقه الازايز ومش فاهمه هي بتقول ايه اصلا. هي داخله في حاله عدم استيعاب. المود ده انا ساعات بخش فيه بعد الفطار. عليكم بالتشفت. عليكم بالتشفط وهي ماسكه الازايز. انا بس اللي هيجنني هي جايبه كميه الازايز دي منين انا مش فاهم. ودي بالنسبه للاوتفيتس اللي كانت معانا في رمضان. خلينا نخش بقى على الجزء الاكبر من التيك توك وهو المحتوى الرمضاني الجميل. خلينا نشوف فيه ايه يا جماعه. الفيديوهات اللي انا بتكلم عنها دي انتوا اللي بتمنشنوني تعملوا لي منشن فيها. فاعملوا لي منشن في التيك توك. هسيب الاكونت تحت في الديسكربشن. خش منشني هتلاقيني بتكلم على الفيديو. انا برجح يا جماعه على ام بي سي تاخد الفيديو ده بدل المقطع الاساسي بتاع الموسيقى دي. انا برجح فعلا ان هم ياخدوا الفيديو ده ويحطوه على ام بي سي. انا متخيل رد فعل الاسر وهم بيتفرجوا على رامز وجي فاصل اعلاني وظهر لكم الحاجه دي. طبعا ده هيبقى شيء جميل قوي في رمضان واتمنى ام بي سي تسمع الكلام ده. وطبعا تبقى فرصه جميله لغاده يعني. يا غدا انت بتعملي ليبسنج على مزيكا. المزيكا دي ما بتطلعش من اعضاء جسم. دي بتطلع من آلة موسيقيه بتبقى عباره عن خشب ومواد غير البني ادمين. المزيكا دي ما بتتعملش بوش يا غدا. في ايه مالك قمطها ليه؟ قمطه ليه يا غدا؟ خلاص بقى. في ايه ده؟ فيديو رمضاني؟ ده محتوى رمضاني بجد؟
انت متدبسه ليه يا حبيبتي؟ في ايه؟ وانت بتقولي جئت بعد العسر يسرا. بالدبابيسك دي انا مش عارف، مش راكبه معايا. كلنا عندنا في البيت الفلوس اللي عايزين نخبيها ونبعدها عن ايدينا شويه بقى. لا هو ما عندناش الفلوس اصلا ان احنا عايزين لا كلنا مين؟ انت قاعده في نيويورك ولا ايه؟ عندنا الديون اللي محتاجين نسددها، ما عندناش الفلوس اللي محتاجين نخبيها دي لسه ما وصلناش للمرحله دي. بس تمام يعني، هو التيك توك كلكم معاكم فلوس هناك تمام. ونوفر في المصاريف. تعالى اقول لك على فكره حلوه قوي. تمام، ايه الفكره بقى الفظيعه؟ هتخليكي كل ما يبقى معاكي فلوس هتشيليها فيها، وبعيد بقى عن جوزك وولادك. يا بنتي هي تيجي فلوس وهي هات مسمارها. هي المشكله مش في نخبي فلوس فين، المشكله هنجيب فلوس منين عشان نخبيها. بعيد بقى عن جوزك وولادك ومن غير ما حد يشوفك. تمام، يا اتفضلوا بقى الام المدبره لما تفكر بقى. ايا كان بقى المبلغ اللي انت عايزاه، هتبتدي تبرميه كده. نبرم الفلوس رفيع جدا، وهتجيبي حته من الاسترتش من المطبخ اللي احنا بنستخدمه. يعني على فكره ممكن تقلي ال 200 جنيه عادي جدا. انا عارف في امهات، نوعيه امهات بيقلوا اي حاجه بيحطوها في بقسماط. وتعالي اعرفك ازاي تفطري ولادك ببيضه. تشيلي منها الزياده دي بقى وتلفيها كده من الطرفين زي البونبوني بالظبط. انت هتعملي بيها ايه بعد كده؟ انا مش فاهم. شايفين بقت معايا رفيعه جدا وسهل انها تستخبى في اي حاجه. لا انا اصرفها اسهل. وانسي اي حد يعرف مكانها. اعتمديها وجربيها وقولي رايك في التعليقات. هعتمدها حاضر واجرب. سير منذر يا اخي ده انت طاغي قوي. استغفر الله العظيم يا رب. يا عم احنا في رمضان يا عم. انت لابس عبايه يا سهر ليه كده يا حبيبي؟ النهارده صحيت الصبح بدري جدا في عز الضلمه. استنوا بس عشان البت دي بسمعها ببقى عايز ارج دماغي، ببقى عايز افك وداني واركبها تاني. فكرت ان النهارده اخر يوم هقدر افطر فيه فطار طبيعي، يعني لمده 40 يوم جايين هفطر الساعه 3 المغرب. 40 يوم جايين تفطر الساعه 3؟ قلت بقى اروح افطر حاجه متحبشه. تمام. متحبشه دي ارحم حاجه في اللي هي قالتهم كلها. ايه ده اللي انا بقى لساني باص بجد. نزلت ابحث في ارجاء الدوله، سالت البشر عايزه افطر فطار خفيف. سالت البشر. طلبت في الاول عصير برتقانه كان كريسبي قوي. انا بصنج لما بسمع البت دي اقسم بالله. بعد كده استغليت الفيو وقعدت اتامل في الطبيعه الخارقه. طيب احنا فعلا في مصر عندنا طبيعه خارقه فعلا. وما استنيتش كتير خالص ولقيت الاكل جه. تعالوا اقول لكم طلبت ايه والاكل حلو ولا لا. ابتديت بشويه طلاسات طلاسات فظيعه، بنعمل علينا شويه طلاسات بنت جنيه. بصراحه طعمهم يفتح النفس. بيفتح النفس. فانت كنت مكتومه طيب ولا؟ ودي حرفيا عباره عن قطع حميمات بالشوربه. حميمات، انا بعشق الحميمات انا كمان والله كان عليها فليفر مثلث كده هتخليك تحبها، خصوصا مع ورق المعرب اللي فيها. الورق المعرب يا ولدي ياه، الواحد نفسه شتى كعاوي وورق معرب. اقسم بالله الواحد كده فتحت نفسه. الله يخرب بيتك، اقسم بالله فتحت النفس. حكايه. ده كله كان بالنسبه للابيتايزرز. تعالوا بقى اقول لكم على المين ديش اللي لازم تجيبوه لما تروح. بيجي لك متفحم كده كانك لسه بتكربكيو. كانك ايه لا استني بس. بيجي لك متفحم كده كانك لسه بتكربكيو. كانك لسه بتكربكيو. بالهنا والشفا يا سلمى، بالهنا والشفا. ودبر الليل بصوا بقى المحتوى الرمضاني الصح بقى. بصوا بقى برضو الادعيه ما سلمتش من التيك توك. ودبر الليل والنهار يوم وهب الحول والاحوال. يعني هو الدعاء اللي انت حضرتك دعيتيه ده، يعني مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لكميه الفيلر طبعا انا عارف، هو المفروض ده عربي. حول حالنا الى احسن الحال. انا التيك توك ده عايز مني ايه والله العظيم؟ ايه انت على فكره فاضل لك فيديوهين كمان وهتنفجري، وانت تاني مره تظهري معايا برضو في فيديو تاني من خدود الكيوت كان نوتيل. ايه ده ايه المواصفات دي؟ معلش كلمة بس للشباب. معلش يا جماعه كلمه للشباب بس، عشان ميرنا 3 سنين عايزه تقول لكم حاجه مخانقاها. معلش انا اسف. انتوا مجانين؟ انتوا مجانين يا شباب بتسمعوا بتدرسوا؟ تمام ماشي. وبعد ما تخلصوا دراسة تشتغلوا؟ بجد واحدة انتوا ما تعرفوهاش اصلا، يعني انتوا قاضيين حياتكم كلها عشان واحدة ما تعرفوهاش. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده بجد يا جدعان؟ انت لا تشتغل يلا. اسمع كلام ميرنا. ميرنا فاهمه الدنيا. ميرنا دي اللي انت مستقل بيها دي كل يوم بتجيب حاجات من الكانتين وبتجيب حاجات وبتاكل سجاير لبان. البنات دي عاملة زي الفاكهة، يعني لازمتها ايه الحياة وانت بتاكل يعني طول عمرك نوع واحد؟ يعني مش فاهمة. لازمتها ايه الحياه وانت بتاكل طول عمرك نوع واحد؟ والله هو كلامك مقنع بقى. ادي الجيل اللي طالع من التيك توك. احنا هنشوف بلاوي. بخش على الاكونت شوفوا كان النوتيلا ده عشان عايز يديكوا نصايح. بس ايه، اسمعوا كلام. انت شاب 30 سنه خش تسمع نصيحه من كائن النوتيلا. امك تقول لك انت بتعمل ايه؟ لا بتفرج على كائن النوتيلا قال لي كده. يعني مش فاهمة. مش فاهمه. فاهمك فروت سلطة بقى. انت هتعملي فينا ايه كمان 3-4 سنين؟ يعني امال لو خلصنا ثانويه عامه هتعمل فينا. طب يا جدعان كده نكون خلصنا فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تشترك وتفعل زر الجرس. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين نشوفوا ايه في رمضان بالظبط. معاكم محمد كيو، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.